مساء الخير يا جماعة، معانا بودكاست جديد النهاردة مع ضيف عزيز علينا جدا جدا في اونلاين هومز، وهو أستاذة شيرين شوكت. أهلا بيكي من شركة كيو ديفلوبمنت. هنتكلم النهاردة عن مشروع من أهم المشاريع في نيو زايد يا جماعة، وهو مشروع كيو هيلز. فأنا حابب إن أستاذة شيرين هي اللي تتكلم على طول وتشرح لنا كل حاجة عن المشروع. فهنبدأ كده. أول سؤال، كلمينا عن كيو هيلز. إيه بقى كيو هيلز وإيه التفاصيل كده؟ كيو هيلز نيو بروجكت باي كيو ديفلوبمنتس، الاونر شريف حلاو، سي او احمد ثابت. نزلنا لونش جديد السنه دي في اهم منطقه من المناطق اللي هي العمرانيه الجديده في مصر، اللي هي منطقه الشيخ زايد الجديده، وده امتداد ذكي بعد نجاح منطقه الشيخ زايد القديم. اخترنا اللوكيشن يبقى على طريق الضبعه مباشره، في منطقه اسمها الجولدن سكوير. مش انا اللي مسميها جولدن سكوير، هي المنطقه هناك متسميه بالمنطقه الذهبيه عشان اقوى المطورين العقاريين كلهم نازلين في المنطقه اللي هناك دي. الشيخ زايد الجديده بالظبط، فيها صادق، فيها اعمار، فيها اورا، نايا. كل الشركات دي نزلت خدت قطعه اراضي هناك وبيعملوا زي انفراستراكشنز جديده، بنيه تحتيه ذكيه جدا في المنطقه دي. فنزلنا مشروع كيو هيلز زي ما قلت لك على طريق الضبعه مباشره. انا فيس تو فيس مع صادق فاي وكارمل باي صادق، وقدامي اورا سولانا وبلفي اعمار. ورايا هيكون ناحيه الصحراوي الستيتس، وجنبي هيكون نايا ويست. طبعا احنا دقيقتين من وصلة دهشور، اقرب حاجه لمحور 26 يوليو، محور الضبعه، المطار سفنكس الجديد، والمتحف المصري الجديد. فاحنا في الهوت سبوت. حلو جدا. اللوكيشن ده جميل جدا 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 فعلا. جولدن سكوير في كل البيج نيم بيبنوا البروجكت بتاعتهم هناك. طيب ممكن اسالك سؤال تاني بالنسبه للتايبس اللي هتكون موجوده في المشروع؟ يعني ايه اللي بنقدمه مثلا في المشروع؟ احنا المشروع بالظبط بوتيك كومباوند معموله على في حدود 26 فدان. تمام. نسبه الانشاءات ما تتعداش ال 14%. الباقي المساحه كلها مساحات خضراء. الشوارع عاملينها الديزاينز بتاعتها واسعه، عاملين مول تجاري، عاملين محلات تجاريه، عاملين مراكز عيادات طبيه في قلب المشروع. 70% من الانشاءات عندي كلها فيلات، توين هاوسز، تاون هاوسز، ستاند الونز، بحيث ان ما بقاش في اي كثافه سكانيه في قلب المشروع. يعني ما فيش شقق؟ لا، انا عندي بيلدينجز طبعا، بس واخده نسبه 30% من النسبه الانشائيه عندي في قلب المشروع بس. لكن الباقي كله فيلات، بحيث انه يبقى اقل كثافه سكانيه والرؤيه تبقى واضحه بالنسبه لك. المد البصري واسع عندك، مفيش عماير، مفيش ارتفاعات. جي بلس 3 اخر ادوار عندي، يعني اقصى ارتفاع عندي جي بلس 3. حلو. وجاردن والدور الاخير بيبقى معاه روف. جميل جدا. طيب هو الفيلات هتكون كل التايبس موجوده، تاون، توين، ستاند الون؟ بالظبط. حلو. يعني بالزبط. كمان التاونز عشان في بروجكت كتير ما بيبقاش فيها تاون، بتبقى فيها توين. لا انا عندي كل التايبس، عندي كل التايبس في قلب المشروع، من اول تاون هاوسز لحد الستاند الونز. بيبقى معاها برايفت سويمنج بول تستلمها مع يعني بتبقى اوريدي موجوده مع الستاند الون. ده حلو جدا. يعني اصلا السويمنج بول بتبقوا انتوا اللي عاملينها؟ طبعا. مش شركه. لا. انا بجيبها هي اللي تعملها وكده. لا احنا بنسلم الستاند الونز كلها معاها برايفت سويمنج بول. طب والفينيشنج بتاع البيلدينج؟ طبعا البيلدينجز انا عندي حاجه مميزه جدا برضو، نادرا يعني تبقى في المنطقه اللي هناك دي حد بيعمل فليكسي فينيشنج. ده بيبقى تشطيب معدي ال 75%. بنسيب الذوق الاخير للعميل، يعني الدهانات الخارجيه مثلا هو العميل هو اللي بيختارها، الحاجات الصحي، الخشب بتاعت يعني الابواب الخشبيه بتاعت الغرف. لكن غير كده احنا بنبقى مشطبين 75% من الشقه، فبنسلمها فليكسي فينيشنج. لكن الفيلات كورنشيل لان العميل بيبقى ليه ذوق يعني بيبقى بيدور على حاجات تفصيليه من اول، من فروم A to Z، هو اللي بيبقى عايز يعملها في الفيلا بتاعته، فبنسيبها له خالص يختار هو التشطيب اللي عايزه، وممكن ندخله في باكجز معانا. حلو جدا. طيب لو قلنا مثلا انا دلوقتي اشتريت فيلا في كيو هيلز، هوصل للمتحف المصري الكبير جديد في قد ايه؟ 10 دقايق. يعني احنا اصلا هي هو على طريق الضبعه مباشره، فاحنا بنتكلم ما بيننا وما بين الصحراوي، احنا يعني طريق موازي ليه. فهو بالظبط 10 دقايق هتلاقي نفسك عند داندي مول، عند البوابه بتاعه القاهره، وبتوصل عن طريقها المتحف المصري الكبير. فهي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير هتكون تلاقي نفسك هناك. طيب نسبه الكونستراكشن في المشروع قد ايه؟ احنا نيو لونش، فاحنا لسه نازلين بيه السنه دي، يعني فلسه بنعمل تمهيد واحلال، لسه نازلين باول طرح الاسعار تماما. طيب لو يعني كده فكره الاستلام، انا هستلم اول استلامات عندي هيبقى 3 سنين، لان المشروع زي ما قلت لك في الاول بوتيك كومباوند، مش ضخم، مفيش انفراستراكشنز قويه جدا، يعني بنيه تحتيه محتاج نطلع بعماير طويله. فاول استلامات هتبقى 3 سنين. هو حلو ان هو اول طرح يعني بالزبط. في اللونش يعني دي اول اسعار يعتبر بالظبط كده. حلو جدا. طيب لو اتكلمنا مثلا على البيمنت بلان،
احنا بنقسط على كام سنه، بمقدمات قد ايه، ايه التفاصيل في النقطه دي؟ انا عندي فلكسبل بيمنت بلانز بتبدا من اول مقدم 5%، بتوصل معاك لحد 12 سنه تقسيط من غير فوائد، ودي حاجه برضو مميزه في المنطقه هناك، ان انا بقسط من غير فوائد لحد 12 سنه، فبتبقى بندي تسهيلات قوي للعميل ان هو طبعا يتعاقد معانا، ولو حابب ان هو يزود شويه عدد سنين التقسيط بيبقى بفوائد بسيطه جدا لا تذكر، حوالي 2% في السنه، وبرضو دي حاجه مميزه جدا. يعني انا بدي لك فلكسبل لحد 15 سنه. معلش، هي النقطه دي مهمه جدا. اوكي. هو انت بتقولي ان هو تقسيط على 12 سنه، وممكن العميل يزود فوق ال 12. بالظبط، ممكن يزود 3 سنين كمان، بتبقى فايده بسيطه 2% في السنه، ويوصل ل 15 سنه، توصل معاك لحد 15 سنه. دي فكره لذيذه جدا. دي بمقدم 10% لو احنا خليناها على 12 سنه. وممكن نبدا بمقدم 5%، وبتبقى التقسيط بيوصل معاك مثلا 10 سنين ومن غير فايده خالص. طب انا لو قسطتها على 12 سنه تمام، هيبقى نفس السعر اللي انا بقسط بيه على 10 سنين؟ بالظبط، انا ما بحطش فوائد. مفيش فوائد لحد 12 سنه؟ لحد 12 سنه ما عنديش فوائد. حلو جدا. طيب ايه الخدمات تاني ممكن نتكلم عليها مثلا في المشروع؟ العميل دايما بيبقى محتاج ايه؟ بيبقى محتاج في البروجكت اللي هو بياخد فيه حاجه تريحه، مساحات خضراء، اوبن اريا، جيم، كلاب هاوس، مول تجاري، صيدليه، مركز عيادات طبيه، كل الكلام ده موجود في قلب المشروع بتاعه. المنطقه نفسها فيها اكتر من 12 جامعه دوليه، فيها مدارس، فيها مستشفيات، فكل الاحتياجات بتاعت الكلاينتس اللي بتبقى موجوده خلال السيزون كله او السنه كلها، ان هو يبقى منطقه صالحه ان هو يعيش فيها او يستثمر فيها، بحيث ان لو جاله مثلا كلاينتس عايز ياجر وحدته لناس طلاب في الجامعه، دكاتره، مدرسين، فهي منطقه حيويه جدا. فكل الكلام دوت اراوند هيم، يعني كل البروجكتس اللي حوالينا فيها مدارس وجامعات، ففول فاسيلتيز موجوده عندي في قلب البروجكت بتاعتي وحوالين البروجكت كمان، فدي حاجه مميزه جدا. حلو جدا البروجكت بجد رائع، وكمان مساحته تقريبا 26 فدان، يعني مش هيبقى فيه كابيستي عاليه داخل البروجكت، كله فيلات، يعني برضك دي حاجه في صالح الشركه ومميزه جدا ان هم بيعملوا حاجه لاكجري جدا للعملاء. احنا بنعمل حاجه اسمها قيمه مقابل سعر. فانا نازل بافضل سعر موجود في السوق كله يعتبر هناك. في لو احنا عملنا زي اناليسيز لللوكيشن بتاعي، لو عملنا يعني كومبيتيشن ما بين السعر بتاعي وسعر البروجكتس اللي حواليا، تقريبا يعتبر انا من افضل الاسعار الموجوده هناك، وفي نفس الوقت انا بقدم كواليتي محترمه جدا، بيمنت بلان طويله بخلي العميل يعني بساعده في التقسيط، وفي نفس الوقت السعر بتاعي يعني او بالذات في الفيلات عندي الاسعار بتاعتي في الفيلات بسعر 3 غرف وغرفتين في المشاريع اللي حواليا. فانا برضو عندي الفيلات اسعارها كومبيتيتيف اكتر من الشقق كمان. حلو جدا. يعني العميل اللي بيدور على فيلا هيلاقي احلى سعر في المنطقه كلها المشروع بتاعي في كيو هيلز. في كيو هيلز. دي فكره جامده جدا جدا جدا. بالظبط. يعني انتوا بصراحه انا حبيت المشروع، يعني اتفضل خد معانا بقى يا مسهل ان شاء الله. ان شاء الله نشوف كده ونعمل شغل كويس. طيب حلو جدا. طيب لو قلنا مثلا عميل عايز يشتري كاش، تمام، نقدر نجيب له ديسكاونت؟ اكيد. لحد كام في المية مثلا؟ يعني اون تيبل هنظبطها مع بعض، بس يعني هيطلع مرضي. حلو، يعني هيبقى مبسوط. لا يقل عن 20% ده كده. جميل جدا، لكن ممكن يزيد يعني على حسب مثلا. بالظبط، على حسب المساحه اللي هو بياخدها هنظبطها معاه. طيب دي حلوه جدا جدا جدا. ما يقلقش بس من حاجه زي كده. لا باذن الله كده احنا عاملين له بيمنت بلان سهله وحلوه، يعني يقدر يقسط، لان طبعا بالنسبه للانفليشن اللي احنا فيه هو بالنسبه له التقسيط احسن بكتير من ان هو يدفع كاش ديسكاونت. بعدين كيو ديفلوبمنت يعني عندها بروجكت كتير في كل حته، فده هيدي ثقه للعميل ان هو يشتري في مشروع في الجولدن سكوير في نيو زايد، بعد 3 سنين هيقدر يستلمه بكل الخدمات اللي احنا اتكلمنا عليها، بالبيمنت بلان الرائعه اللي على 12 سنه بدون فوائد، والسعر اللي احنا نازلين بيه يعني كريتيرن اون انفستمنت، حاجه عائد استثماري بالنسبه له كراس مال او كايجار، هتبقى مفيده جدا لصاحبه. يعني هو بيلحق اول سعر، اول طرح الاسعار تماما في مشروع كيو هيلث، فهيعدي عليه اسعار بعد كده هتزيد، فهو مستفيد كاول طرح. حلو جدا. باذن الله نعمل شغل حلو جدا في البروجكت ده معاك يا استاذه شيرين، وانا اتشرفت جدا بوجودك معانا النهارده في لاين هومز، نورتينا. وطبعا كل الناس اللي بتتفرج علينا استفادت جدا عن كل المعلومات اللي احنا اتكلمنا عليها عن كيو هيلز، وكل اللي عايز يتواصل معانا يا جماعه على
البروجكت بتاع كيو هيلز يحب يعرف تفاصيل اكتر، معلومات اكتر، يجي يشرفنا او يكلمني شخصيا على التليفون، وانا استاذه شيرين هنقدر ان احنا نوفق له كل حاجه ونجيب له افضل حاجه هو بيدور عليها في البروجكت. وباذن الله يعني هيكون مبسوط جدا جدا من البروجكت ده ومن التايب اللي هو هيختاره ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا. العفو.